صباح الفل عليكم يا لعيبه، في فيديو جديد، فيديو سوري كالعاده. النهارده معانا ثغره الحصول على اللاعب انيستا من الفتحه المجانيه. بس خليني كده في بدايه الفيديو عايز اقول لك نقطه مهمه جدا. لازم تكون محمل التطبيق اللي بيزود معانا نسبه الحظ اثناء تفتح الباكجات، والتطبيق دوت هكون سايب لك دلوقتي تحت في الكومنتات المثبته. لو انت برضو ما عرفتش تحمل التطبيق، انا عملت لك فيديو شرح طريقه تحميل التطبيق بكل حاجه بالتفصيل. برضو هتلاقي لينك الفيديو ده موجود تحت دلوقتي في الكومنت المثبت. المهم لازم تعرف تحمل التطبيق دوت، وبعد كده بتشغله على السيرفر الفرنسي او السيرفر الياباني، وبعد كده بتيجي وتخش اللعبه وتكون فاتح التطبيق دوت، وهتيجي تطبق الثغره اللي انا هوريها لك دلوقتي قدام حضرتك ديت بالظبط. لازم تعملها بالتفصيل زي ما انا هوريها لك دلوقتي. تمام. اول حاجه كده هنضغط هنا عند اللاعب انيستا، وبعد كده بنقلب هنا في الطاقات بتاعته، التأثيرات والشروط بالتفاصيل بتاعتنا. وزي ما انا دخلت لازم ارجع بنفس الطريقه، وهنا اكون ضاغط على الكارت بتاع اللاعب انيستا بالشكل دوت. ديت تكون أول مرة. هنكرر مرة كمان على نفس اللاعب، وهو اللاعب طبعا انيستا بالشكل ده. زي ما انا دخلت لازم ارجع بنفس الطريقة، وهنا اكون ضاغط على الكارت بتاع اللاعب. تمام. هنيجي هنا عند اللاعب اللي جنبه، وهنا هنعمل برضو نفس الخطوات. هنكرر نفس الخطوات بالشكل ده، وزي ما انا دخلت لازم ارجع بنفس الطريقة. والنقطة المهمة جدا، اوعى تطلع قبل ما انت تكون ضاغط على الكارت بتاع اللاعب. نقطة الضغط دي نقطة مهمة جدا جدا. وهنيجي هنا برضو عند اللاعب جوتي، ولازم نقلب في الطاقات بتاعته بالشكل دوت. واتمنى يا لعيب لو انت مكمل معانا لحد هنا ما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك الرايق بتاعك يا لعيب. وقبل ما انت تطلع من عند اي تقليب بتاع لاعب لازم تكون ضاغط على الكارت بتاعه. تمام. نقطة الضغط دي نقطة مهمة جدا. وهنيجي هنا عند اخر لاعب هايلايت معانا في الباكج، هنقلب هنا في الطاقات بتاعته يا لعيب بالشكل دوت. تمام. وبنرجع بنفس الطريقة بنفس التريكات بنفس الحركات بتاعتنا، واكون هنا برضو ضاغط على الكارت. تمام. هطلع تاني فوق وادوس كلمة تدوير، تنتظر ثانية او اتنين بالظبط، وبعد كده بترجعها. اطلع خالص بره الباكج، وبعد كده هنا نضغط مشاهدة الكل بالشكل دوت. تمام. هنيجي هنا بقى هنقلب في الطاقات فقط. يعني هنا اللاعب انيستا بضغط على الكارت بتاعه فقط بالشكل ده. تمام. المطلوب مننا ان احنا نعمل الخطوة ديت على اللاعب انيستا او اللاعب معانا بالشكل دوت. تمام. ديت كده رابع مرة معانا بيتعمل عليه الحركة ديت 5 مرات. تمام. اللعيبة الإيبك التانية برضو لازم نعمل الحركة دي أول مرة. تمام. ديت تاني مرة. ديت كده تالت مرة معانا أهوت. وبعد كده اللاعب جوتي تمام أول مرة معانا أهوت. وبعد كده أدي ديت تاني مرة. وبعد كده ادي ديت تالت مرة. يعني البقية اللعيبة الإيبك بتتعمل 3 مرات، إنما اللاعب المطلوب معانا في الحلقة ديت هو اللاعب انيستا، بنعملها عليه 5 مرات. تمام. أتمنى تصفات لايك شير اشتراك في القناة بتاعتنا. كان معاكم من قناة يوسف فوزي، وبس كده. سلام يا لعيب.